احتفالات الزفاف الميمون لصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد تحتضنها مدينة الرباط في أجواء موسومة بمشاعر الفرح والحبور ومفعمة بأحاسيس البهجة والحبور من خلال مظاهر الزينة وتجليات الحب والوفاء. برحاب القصر الملكي العامر يترأس جلالة الملك احتفالات الزفاف وفق تقاليد عريقة توارثت الأجيال عبر التاريخ من خلال إقامة طقوس تبرهن على ما تزخر به مكونات الثقافة المغربية الأصيلة. وجريا على هذه التقاليد العريقة وقيم حفل الحناء التقليدي، وهو مظهر احتفالي ينبع من أصالة المملكة المغربية وهويتها الحضارية، وينهل من التراث معينا ليؤكد على هذه الأصالة وهذه الهوية. في الثقافة المغربية المتجذرة في عمق التاريخ ترمز الحناء إلى الخصوبة والحنان والحب والسعادة، وهي من ضمن مشتملات الهدية إلى جانب الثمور التي تمثل الوفرة ورغد العيش والعود والمسك اللذين يحيلان إلى طهارة الروح والنفس. دلالات عميقة ورموز قوية تنم عن رهافة الشخصية المغربية وطهارة سريرتها واعتزازها بخصوصياتها المتفردة. تقاليد وأعراف حبلى بمعاني ودلالات تعكس حضارة متأصلة وتشكل تجليا عريقا من تجليات الاحتفال التقليدي بالعرس المغربي. هي صورة احتفالية ملؤها الابتهاج والانشراح تختزل ما يزخر به المغرب من تراث غني وتاريخ مشرق، يرصع هذا الحفل البهيج ليجعل منه لوحة فنية ستظل حاضرة ومرسومة في الأذهان. هي مناسبة سعيدة يعبر فيها أبناء الشعب المغربي عن أغلى الأمان وصادق الدعوات بأن يحيط المولى عز وجل هذا الحدث الأبرك بعظيم رعايته، وأن يجعله مقرونا بوافر الهناء ومحفوفا بغامر السعادة. تترجم أجواء الفرحة التي تعم الوطن بالمناسبة السعيدة حرص الشعب المغربي على مشاطرة الأسرة العلوية الشريفة، ابتهاجها بالزفاف السعيد وتعبيره عن التلاحم والترابط والوفاء الذي يجسد العمق الحضاري للأمة المغربية والتشبث بمقومات أصالتها وهويتها. من خلال هذه المظاهر الاحتفالية يؤكد المغاربة بتلقائية وعفوية أن الملك والشعب متلاحمان ومتماسكان بقوة، ليظهر من جديد عمق التآزر التاريخي بين الأسرة الملكية والشعب المغربي، يشكل معا دعامة مستقبل المغرب وأساس استقراره وضمان استمراريته.
حفلات زفاف صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يحضرها عدد من الضيوف ممثلين لدولهم في هذا الحدث السعيد، وخلال مشاركتهم اليوم في حفل الهدية أدلى البعض منهم بهذه الارتسامات. إنه يوم عظيم، وقد تمسكنا بالحضور والمشاركة إلى جانب الأسرة الملكية والشعب المغربي في هذا الحفل البهيج، وهي شهادة من أشقائكم الجابونيين. أنا جد مسرورة بهذا الحفل، ولي عظيم الشرف لكي أحضر مراسم الزفاف، وهو ما يفرحني كثيرا. احنا مسرورين ومتشرفين باش نمثلوا تونس في هالعرس الملكي متاع أخينا مولاي رشيد، إن شاء الله بالسعادة والهناء وإن شاء الله زاد بالذرية الصالحة. وهي فرصة زاد باش نقابلوا جلالة الملك اللي عنده معزة خاصة عنا في تونس. انتم تعرفوا في المدة الأخيرة جازارنا مش لأول مرة وأقام ما بينا وكأنه تونسي، واحنا تشرفنا به ويعز علينا كوننا نكون ممثلين في العرس هذا. نهنئ مولاي رشيد على هذه المناسبة وندعو الله أن يوفق. الحقيقة المغرب غالي على المملكة، وهذه المناسبة حبينا أن نشارك بها، ونتمنى لمولاي رشيد التوفيق وهنيئا لهم، والله يدوم السعادة والمحبة والتوفيق. كل ما يهم المغرب يهمنا نحن في الكوت ديفوار، ونشارك بكل فخر واعتزاز أفراح ومسارة الشعب المغربي بهذا الزفاف البهيج. وهذه فرحة مغربية تاريخية بالنسبة لنا كلنا المغاربة. الله يكمل بالخير على مولاي رشيد وعلى العائلة الملكية وعلى المغاربة بصفة عامة. راه هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا، وهذه فرحة بالنسبة ماشي غير بالنسبة للشخصية ولا العائلة الملكية، فرحة بالنسبة للمغاربة كاملين بينا. والله يكمل عليهم بالخير، والله يكمل على المغاربة بالخير والعائلة الملكية، والله يستر سيدنا. أجواء احتفالية عرفها اليوم المشوار السعيد بعاصمة